Welcome to my channel, Stories by Dida. Enjoy and subscribe. لو سمحتي يا طنط، أنا كنت عايزة عصير فراولة باللبن، وكنت عايزة كمان كيس شيبسي بالجبنة. حاضر يا حبيبتي، اتفضلي الطلبات بتاعتك يا صغنطوطة. شكرا يا طنط، اتفضلي الفلوس. لا 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 يا حبيبتي. ما تدينيش أنا الفلوس، ادي طنط اللي هناك دي اللي على الكاشير. ماشي يا طنط، حاضر. اتفضلي يا طنط. أما ارجع بقى البيت بسرعة. ايه ده؟ هو ازاي الشارع اتغير كده؟ ده ما كانش كده خالص، ده اتغير 180 درجة. هو ازاي الشارع اللي انا جيت منه اختفى؟ انا متأكدة ان انا جيت من هنا. ايه ده يا ولاد، الحقوا، في بنت هناك، يلا نروح لها. انتي جيتي ازاي؟ ازاي جيتي؟ ها قولنا. يعني ايه جيت منين؟ بنت زي ايه يا بنت؟ عادية خالص، تنزل تشتري حاجة حلوة وترجع بيتها. ايه المشكلة يعني؟ هو انتوا شايفيني فضائية؟ يعني ايه جيت منين؟ هو انت كمان عندك بيت واخوات؟ ايوه طبعا، عندي اختين. هي فيها حاجة دي كمان؟ ده انت ولد غريب جدا. ايه ده؟ يعني مش انت البنت الوحيدة، كمان في اخواتك ومامتك؟ خدين على بيتك ده بسرعة. هو فين اساسا البيت؟ انا تايهة. البيت كان هنا، انا متأكدة ان البيت كان في المنطقة دي. هو ازاي البيوت والشوارع اتغيروا للدرجة دي؟ وكمان فجأة كده؟ ده حلم صح؟ اكيد ده حلم، وهفوق منه دلوقتي. تعالي معانا، انت من النهاردة هتبقي الخادمة بتاعتنا. هتمسحي وتطبخي وتروقي وتغسلي لنا هدومنا وتخيطيها وتعملي كل حاجة. ايه ده اكيد مش هيحصل يعني، اكيد. انت ايه الاستهبال اللي انت بتقوله ده اساسا؟ فاكرة ان هو بمزاجها يا ولاد؟ ما هو مش بمزاجك يا حبيبتي. تعالي معانا بالذوق بدل ما استخدم معاك القوة، عشان انا مش عايزة استخدم مع بنوتة القوة. ما توسع ايدك كده. بابا يا ماما الحقوني. المكان الغريب ده ازاي يعني كده؟ مفيش ولا ست ولا بنت واحدة. لو سمحت. نعم، انا بس كنت عايزة اسألك، هو ليه مفيش بنات هنا؟ انت ما تسأليش، انت تشتغلي هنا وبس. والله هشتغل. حاضر، بس قولي بس. انا بس عايزة اعرف اجابة السؤال ده، ومش هسأل تاني خالص، اوعدك. وعد والله وعد. مفيش يا ستي. صحينا في يوم من الايام لقينا كل الستات والبنات في المدينة اختفوا، ومفيش ولا بنت ولا ست. طب ليه؟ ايه اللي خلاهم اختفوا؟ انت نسيتي وعدك ولا ايه؟ هو مش انت قلتي هسأل سؤال واحد بس؟ يلا بقى دلوقتي اشتغلي. يوه حاضر. يا ترى ايه السبب ورا اختفاء البنات والستات دول كلهم؟ وش معنى انا وبس اللي موجودة؟ يا لهوي، لحسن يكونوا بياكلوا الستات والبنات وياكلوني. انا هشتغل كويس جدا واعمل لهم كل طلباتهم عشان ما ياكلونيش ويفضلوا محتاجين لمساعدتي. بقولك ايه، مش احنا بقينا اصحاب؟ يعني مش قوي. يعني بعد كل الرغي اللي انت رغيته معايا ده يعني؟ لا احنا خلاص بقينا اصحاب. ايوه، يعني انت دلوقتي عايزه ايه؟ عاوزه اعرف بس حاجه، هو انت عندك اخوات؟ كان عندي اختين، ولكنهم اختفوا مع ماما ومع كل البنات والستات التانيين. تخيل ان انا بصراحه اول ما جيت هنا كنت فاكركم بتاكلوا الستات والبنات، لحد ما اكتشفت انكم مش بتاكلوا الا خضار. هنعمل ايه بقى؟ ما احنا بعد ما امهاتنا مشيت وكل الامهات التانيين ما بقاش في حد يطبخ لنا، فبقينا بناكل خضار. ده حتى احنا اتخدعنا فيكي، افتكرناكي هتطبخ لنا وهتيجي تحلي الازمه بتاعتنا دي. كنت هتجيب لنا تسمم يا شيخه من اكلك الغريب ده الواحد ما ياكلش احسن ما ياكل اكلك. يا بنتي، هو في بنت مش بتعرف تطبخ؟ ما انا لسه صغيره يا ابني، هعرف اطبخ ازاي؟ انا اساسا ما كنتش بعرف اولع البوتاجاز، ماما هي اللي كانت بتعمل كل حاجه لحد ما جيت هنا معاكم وعشت على الخضار زيكم. ياه، وحشني جدا اكل ماما، ده ممكن عليها حته فته. بس بقى ما تجوعنيش. وانا كمان، ده مامتي كان عليها حته طبق ملوخيه ولا الكفته اللي ماما كانت بتعملها. بس بقى خلاص هتجوعينا اكتر، واحنا ما عندناش الا خيار وجزر.
نفسي ارجع بس ما اعرفش ازاي. ما انت شايفه المكان كله اتغير. احنا ما نعرفش لحد دلوقتي ده حصل ازاي. احنا صحينا لقينا نفسنا نايمين في المكان الغريب ده. هي دي غابة ولا قصر ملعون؟ محدش عارف. تفتكر ايه اللي حصل للبنات والستات؟ ليه اختفوا؟ والله ما عارف. بس دايما لما كانت ماما تتضايق مني كانت تقول لي همشي واسيب لك البيت واروح مكان محدش يعرف له طريق ومش هاجي هنا تاني خالص وكلام زي ده. تفتكري كده فعلا تكون ماما نفذت الكلام ده ومشيت وسابتني؟ تصدق وانا كمان ماما كانت بتقولي نفس الكلام بالظبط. هي كل الامهات بتقول نفس الكلام ولا ايه؟ مش عارفه، بس غريبه جدا يعني. ايه المكان المرعب ده كمان؟ يعني انا قلت اتمشى شويه من المكان الغريب ده والمرعب كمان الاقي مكان ارعب واغرب منه كمان. ايوه انت عملت ايه الصوت ده؟ ده صوت بنات. ازاي ده كل المدينة ولاد ورجالة؟ انا هحاول امشي ورا الصوت ده لحد ما اعرف مصدره. هو ايه المكان ده؟ ايه ده؟ هو انت جيتي هنا ازاي؟ قدرتي توصلي لنا ازاي انتي؟ انا بس سمعت صوتكم وانا بتمشى قلت امشي ورا الصوت لحد ما الاقي مصدره وبعدها وصلت هنا. هو انتوا البنات اللي كانت في المدينة؟ ايوه. انا بنصحك ترجعي مكان ما جيتي والا. استني انا عايزه بس ادور على ماما علشان انا كمان مش لاقياها. هي مامتك برضو سابتك ومشيت؟ ايوه وحشتني جدا بس انا مش شايفاها هنا معاكم. تفتكري ممكن تبقى راحت فين؟ خلاص ما تزعليش. هو انتي ايه حكايتك وجيتي منين؟ انا كل حكايتي اني كنت رايحه اجيب حاجه حلوه من السوبر ماركت وانا راجعه بدأت الحكاية. لقيت كل الشوارع اتغيرت وانا مش لاقيه بيتي ولقيت شلة ولاد بتوقفني وبيقولوا لي انت هتبقي الخدامة بتاعتنا وفعلا خدوني وقعدت اخدمهم وهو ده كل اللي حصل. انت الأميرة المنتظرة. الأميرة ايه؟ أميرة اللي منتظرة دي؟ انا اتفه من كده بكتير. بقولك كنت نازلة اشتري حاجة حلوة يا بنتي. ده ايه علاقته بالأميرات؟ لا هو انت الأميرة المنتظرة. مكتوب في الكتاب ان في خلاف كبير جدا هيحصل بين البنات والولاد والرجالة والستات وفجأة هتحصل لعنة تفرق ما بينهم علشان ينفصلوا خالص عن بعض. هتبقى البنات في ناحية من العالم والولاد في ناحية من العالم ومش هنعرف نجتمع مع بعض تاني إلا لو حد جه وصلح المشاكل اللي ما بيننا. واللي هتعمل كده هي آخر بنوتة في العالم اللي هي حضرتك. طب أنا مش فاهمة أي حاجة. أصلح إيه ولا أعمل إيه بالظبط؟ يعني إيه المطلوب مني؟ أنت كل اللي هتعمليه إنك هتسمعينا وتسمعيهم وتحاولي تحلي الخلاف بس كده. طب هعمل كده إزاي؟ ياه دي حاجة بسيطة جدا. تعالي كده نرجع بالزمن لأول مشكلة ونحاول نلاقي لها حل. علي هو انت كده على طول كل يوم اقولك ما ترميش هدومك على الارض، حط هدومك النظيفة في الدولاب واللي مش نظيف حطه في الغسالة. هتفضل كده لحد امتى؟ انا جايبلك الدولاب ده عشان ايه؟ عشان تستخدمه مش عشان ترمي هدومك على الارض. انا تعبت والله لا اطفش منكم واروح مكان محدش يعرف له طريق. ايه يا احمد انت ليه مش بتاكل خضار؟ مش بحب الخضار يا ماما، بيوجع لي بطني قوي. يا احمد الدكتور قال كذا مرة انت لازم تاكل خضار وانت مفيش فايدة فيك. مش عايز يا ماما والله لا تصحى في يوم من الايام مش هتلاقيني خالص في البيت وهروح مكان محدش يعرف له طريق. طب دي مشاكل الامهات. انتي صغيرة ايه مشكلتك؟ مشكلتي يا ستي ده انا مشكلتي عويصة. يلا تعالي وشوفيها. هو مين اللي موسخ الارض كده؟ يلا امسحوها. هو انت ما سمعتيش ماما ولا ايه؟ يلا قومي امسحي. انت اللي وسختها مش انا. اعمليها انت، ده شغل البنات مش لما اقول حاجه تتنفذ. اساسا الولاد مش بتعمل اي حاجه من الحاجات دي. يلا خدي امسحي.
حاجة كده يطلبها مني. ما بقتش عارفة اقعد العب ولا اتفرج على كرتوني. وطبعا انت قررتي كده مامتك وقلتي الجملة المشهورة اللي عملت اللعنة، عشان كده اتحقق وبقيتي معاهم، صح؟ بالظبط. وانا دلوقتي عايزة ارجع عشان كنت سايبة حتة بسبوسة في التلاجة، زمان اخويا كلها اساسا. يعني انت عايزة ترجعي عشان حتة البسبوسة؟ بالظبط. انا عرفت احل المشكلة دي ازاي. بقول لكم ايه يا شباب، انا عامله لكم وليمة. انا طبخت اكل تحفة. هنتسمم تاني ولا ايه؟ ربنا يستر. يلا كلوا. الله، انت مالك بتعيط ليه؟ اصل الاكلة دي نفس الاكلة اللي كانت ماما بتعملها لي بالظبط، ده كأن ماما هي اللي عاملاها. الله، وانت كمان بتعيط؟ ده شبه الاكل اللي ماما كانت بتعملهولي انا كمان. كان طعمه تحفة، ما كنتش حتى بقول لها تسلم ايدك. ماما وحشتني جدا، لو بس ينفع ترجع ماما هساعدها اكتر واحس بقيمتها اكتر، ومش هسيبها ابدا تتعب كل التعب ده. شفتوا اللعنة اتحلت ازاي بسهولة وبمنتهى البساطة؟ بمجرد ما اعترفتوا بخطأكم وتمنيتوا رجوع البنات اتحقق واللعنة اتفكت، وفاضل بقى ان انا ادور على مامتي. احنا اسفين لكل الامهات والبنات، هنقدر قيمة الام والاخت بعد كده والله، وهنساعدهم في كل حاجة. ومن النهاردة مفيش فرق ما بين بنت وولد.